في فيلا كبيرة، نيرة كانت قاعدة وسط العزومة ماسكة تليفونها بتتنهد بضيق وحزن إن جوزها ما اتصلش عليها بعد الخناقة اللي حصلت ما بينهم. لكن فاقت على صوت جدتها وهي بتهمس ليها: هو خالك ملقاش ناس يناسبهم غير دول؟ صحيح احنا عندنا عمارة بحالها وأرض بنستنى إيرادها كل شهر، لكن احنا مش قد الناس اللي بتلعب بالملايين دي. أكيد طلباتهم هتكون كتير، وبعدين أنا مش مرتاحة لهم بالعروسة. شوفي الولية بتبصلنا ازاي، قرفانة مننا. نيرة بصت ناحية خالها معتصم وهو بيبص على نسرين البنت اللي جاي يخطبها بحب. ابنك شكله واقع اللي شوشتوه عليها ومش هيتنازل عنها. صحيح مش لاقي اللي يدفع له، هو تعبان في حاجة؟ أمنة بصت لحفيدتها بضيق وهي كانت ساندة على العكاز على ايديها. انت ما بتفوتيش فرصة لا تفتحي الموضوع ده. طب اسكتي بقى، مش هنتخانق عند الناس كمان. وبعدين هو انت ايه اللي جابك؟ مش المفروض النهارده خطوبة اخت جوزك؟ نيرة اتوترت شوية لما افتكرت اللي عملته في الخطوبة، وبعد ما اتخانقوا مشيت وسابتهم. حاولت تداري دوت. بعد ما نخلص الزيارة دي وتتفقوا، أنا عاوزاكي يا تيتا في موضوع مهم. أمنة بصت لها بقلق قبل ما تسألها عن السبب. سمعت العروسة قامت وهي بتقول: أهي أختي فريدة وجوزها معتصم جم. يلا يا جماعة دلوقتي أقدر أقول لكم اتفضلوا على السفرة. أمنة لوت وشها. الولية كانت مذنبانة عشان أختها وجوزها يجوا الأول من قلة الأكل يعني. أما ولاد الأغنياء دول عليهم حاجات غريبة. عاصم ابنها سمعها. وبعدين يا ماما اسكتي أحسن حد يسمعك، مش وقته الكلام ده. يلا بينا، وبعد ما ناكل عاوزين بقى نفتحهم في الموضوع على طول. عشان خاطري ما ترفضيش أي طلب، أنا بحب نسرين وهي كمان بتحبني. وانت عارف بقى طلبات الناس اللي زي دول وساكنين في فيلا واسعة هيطلبوا مننا ايه؟ ما تقلقيش، نسرين بنتهم الوحيدة وأكيد مش هيرفضوني عشان خاطرها. مش بقولك بتحبني؟ وهنا قبل ما ترد أمنة اتفاجئوا كلهم لما لقوا معتصم جوز أخت أم العروسة قرب من أمنة. مش معقول، ده أمنة؟ متوقعتش قبلك في مكان زي ده. أنا دورت عليك كتير من بعد ما عزلنا أنا وبابا. حضرتك وحشتيني قوي. الكل اتصدم من الكلام، ما كانوش فاهمين ايه علاقة معتصم بأم العريس. لكن أمنة اتوترت جامد أول ما شافته. قعدت تبص لولادها بخوف وهي مش عارفة ترد. رؤوف الأخ الكبير قام وقرب من معتصم. جرى يا جدع انت ايه الكلام اللي انت عمال تقوله ده؟ ايه وحشتيني وبندور عليكي انا وبابا، ما تحافظ على كلامك. هو انت كنت شفت امي فين قبل كده؟ فرد عاصم. هزار حضرتك غلطان، اصل امي هتعرفك ليه ان شاء الله. فرد معتصم. في يا جماعه هتضربوني؟ انا مش قصدي حاجه، دي زي امي والله. دي كانت الداده بتاعتي اللي ربتني زمان وانا صغير لما كانت بتشتغل عندنا في الفيلا. عوضتني كتير قوي عن وفاه والدتي، عشان كده لما صدقت ان انا شفتها. وبعدين لحظه، هو انتوا مين اصلا بالظبط؟ وهنا كانت الصدمه التانيه للكل ولولادها كمان اللي ما كانوش عارفين ان والدتهم كانت بتشتغل خدامه في البيوت. نسرين قامت وقربت من معتصم. هو انت مش قلت لي يا عاصم ان والدتك كانت بتشتغل زمان ممرضه وبتصرف عليكم بعد موت ابوكم؟ معناه ايه بقى انها كانت بتشتغل خدامه في البيوت؟ هو انت كدبت عليا؟ وهنا ردت ام نسرين. هو ده بس اللي لفت نظرك؟ دي كمان بتشتغل عند جوز اختي الصغيره. هو ده اللي انت عاوزاه تناسبيه؟ مش كفايه بالعافيه بلعنا الفروق اللي ما بيننا، كمان هجوز بنتي الواحده امه كانت شغاله خدامه؟ فرد رؤوف. ما تحترموا نفسكم، امي ما تعرفش الراجل ده، هو ده اللي كداب. كلنا عارفين طول عمرنا ان امي كانت بتشتغل في المستشفى، واضطرت كمان ان هي تنزل بعد ما ابويا مات وسابنا لوحدينا لحد ما ربنا كرمنا وبقينا نشتغل وقعدت في البيت. فرد عظيم. يا جماعه استنوا، اكيد في حاجه غلط. ما تتكلمي يا ماما، هو انت تعرفي الراجل ده فعلا؟ وشغل ايه اللي بيقول عليه ده؟ امنه بصت لهم كلهم بارتباك وقلق. حست انها مش لاقيه اي كدبه تكدبها تانية جديده عليهم زي ما كانت بتعمل زمان. عشان كده اضطرت تقول بحزن: ايوه كلامه صح، انا كنت بشتغل خدامه في البيوت. الكل بصلها بصدمه وهي كملت بسرعه: بس ده كان غصب عني، لانهم استغنوا عن خدماتي بدري في المستشفى. مشوني بسبب دكتور الله يجازيه اهمل في علاج مريض ومات. لكن طبعا عشان كان ابن صاحب المستشفى جابوها فيا. حاولت اشتغل في مستشفيات تانية بعد ما طردوني، بس اول ما كانوا يعرفوا الموضوع ده كانوا بيطردوني على طول وبيخافوا مني. وانتوا كنتوا صغيرين ومحتاجين اللي يصرف عليكم. ما لقيتش قدامي غير ان اشتغل خدامة. ربيتكم
وكبرتكم، بس خبيت عشان محدش يعايركم بيا، بس ما كنتش عارفة إن السر ده هيجي يوم ويتكشف. عاصم ورؤوف بصوا لبعض وهما مش مصدقين اللي أمهم بتقوله، لحد ما قرب أبو العروسة وقال بقسوة: طيب مشاكلكم دي تحلوها مع نفسكم في البيت، وأظن يا عاصم دلوقتي طلبك مرفوض من قبل ما تطلبه أصلا، بعد ما اتفاجئنا بشغل ست الوالدة. ويا عالم هي مخبية إيه تاني؟ يلا اطلعوا بره، وياك أعرف إنك قربت البنت تاني يا عاصم. في بيت أمنة كان الكل عمال يبص لبعض وهما مش عارفين يقولوا إيه، لحد ما مرات رؤوف عديلة قالت بسخرية: لا، وانت كنت عمال تتريق عليا يا رؤوف وتقولي يا بنتي بتاعت الفراخ. طب يا ديك اهو يا اخويا، امك طلعت خدامه في البيوت ومغفلكم كلكم. اخرسي يا عديله واحترمي نفسك، وانا بقى هتيجي واحده زيك على اخر الزمن تهزقني ولا ايه؟ فرد عاصم: لا، ما ليها حق بصراحه، انا مش قادر امسك نفسي. ازاي تكدبي علينا في حاجه زي دي؟ طب ما فكرتيش فينا ولا في مستقبلنا هيكون ايه لما تتكشفي ونتفضح ونتعاير بسببك؟ انت بتقول انا الكلام ده يا عاصم؟ ده انا لولا اني اشتغلت في البيوت ما كنتش كبرتكم دلوقتي وخليتكم كلكم اصحاب املاك. يا شيخه بقى تغوري الفلوس، بس ما تحطناش في موقف الزباله اللي احنا فيه ده. ده انت كنت بتشتغلي في بيت واحد وابنه وامه ميتين ولوحديكم. هي دي الاصول والادب اللي بتعلموهن؟ طب كنت علمتين نفسك لما فكرتي تشتغلي حاجه زي كده؟ نيرة كانت واقفه بتتابع اللي بيحصل ببرود وسخريه والم، وهي بتفتكر قد ايه جدتها حرمتها هي وامها من الورث، وقالت ان الصبيان الافضل ان هم ياخدوه لانهم محتاجينه عن البنات اللي مصيرهم يتجوزوا وجوازاتهم هم اللي يصرفوا عليهم. عشان كده كانت اكتر واحده شمتانه في اللي بيحصل. رؤوف اتصدم لما لقوا امه قامت وضربت اخوه الصغير بالقلم، فقرب منهم وبعدهم عن بعض. بس بقى ياما كفايه فضايح وكلام ملوش لازمه، الناس كده هتسمع صوتنا. كفايه اللي احنا خدناه هناك وما قدرناش نفتح بقنا ومشينا مطرودين. انت بتقول لنا الكلام ده؟ ما تقول لاخوك، وبعدين انت ساكت ليه؟ اديله فوق دماغه عشان يعرف تاني مره يقول على امه كده. هو انا اشتغلت الشغلانه دي ليه؟ ها؟ مش عشان اكبركم، ولا كنت اسيبكم في الشارع واكبر دماغي من المسؤوليه. بصراحه بقى هو بيتكلم صح. انت لو كنت عاوزه فعلا تشتغلي وتربينا اكيد كنت هتلاقي بدل الشغلانه 10، بس انت بقى اللي استسهلتي اول حاجه كانت قدامك وما فكرتيش في ولادك ان ممكن يوم من الايام حد يعايرهم زي ما حصل مع عاصم كده. وادي كمان عديله اهي لما صدقت تمسك حاجه. امنه اتصدمت من رد فعل ولادها فيها وقالت بغضب: هو انتم جرالكم ايه؟ بتحاسبوا امكم على اخر الزمن اللي تعبت وشقيت عليكم خلتكم رجاله. الخدامه اللي مش عاجباكم دي لولاها ما كنتش هتعرف يا عاصم تتعلم وتدخل كليه الشرطه وتتخرج دلوقتي ويكون عندك بيت ملك جاهز بالفرش بتاعه. ولا انت نسيت ان انت ملحقتش تشتغل اصلا ولا اللي دفعت حق ده كله؟ امنه كملت كلامها وبصت ناحيه الابن الكبير: وانت يا رؤوف يا اللي فضلت معاك مصمم انك تتعلم رغم انك بتسقط بدل المره 10، كنت عاوزك تكون حاجه، وفي الاخر فتحت لك محل اجهزه كهربائيه قد الدنيا غير الشقه اللي انا فرشتها لك وقعدت فيها انت وعيالك ومراتك اللي انت سايبها تغلط فيا، وبعد ده كله جايين تحاسبوني. عاصم ورؤوف بصوا لبعض بتوتر لان كلامها فعلا صح، رغم من موحها وحزنها منهم كملوا عليها بكلامهم القاسي. فقال عاصم: تهزلينا بحاجه كانت واجبك اصلا انك تعمليها اتجاهنا، طالما اتجوزتي وخلفتينا واجب عليك تصرفي علينا وده حقنا عليكي، لكن اللي مش من حقك انك تتحكمي فينا وتاذينا بالشكل ده. انا مش فاهمه انتوا بتحاسبوني على ايه؟ هو انا كنت ماشيه بطاله اعوذ بالله؟ ده انت حتى ما سالتونيش ايه اللي وصلني لكده، ولا اهتميتوا تسالوني الظلم اللي شفته لما كنت بشتغل ممرضه في مستشفيات. انا شفت كم قرف وذل عشان اكبركم، يكون معاكم املاك تسندوا عليها عشان ما تتحوجوش لحد، ولا كنت اشحت بيكم. يا ريت كنت شحتي اكرم لك من انك تشتغلي خدامه في البيوت. ربنا يستر بس ومحدش من المنطقه يعرف، احسن هتكون مصيبه اكبر. كمل عاصم: ولا انا لو حد في شغلي في الاسم حد عرف حاجه زي كده بقى انا على اخر الزمن امي تكون خدامه، يبقى على رايهم بقى مخبيه علينا ايه تاني؟ امنه بصت لهم وهي مش مصدقه قسوتهم عليها بالشكل ده. هي قد ايه تعبت عشانهم فعلا، لكن محدش كان مقدر دوت، وفي النهايه صرخت فيهم: امشوا اطلعوا بره، مش عاوزه اشوفكم تاني، ما تستاهلوش فعلا اي حاجه كويسه عملتها فيكم. بقول لكم غوروا على
على بيوتكم اللي انا عملتها بفلوسي، وعلى شغلكم برضو اللي عملته بفلوسي، طالما في ثانية كده نسيتوا كل حاجة ومسكتوا في دي. أولادها بصولها بضيق وغضب وما فرقش معاهم حاجة، ومشوا فعلا وسابوها، ما عدا نيرة اللي قربت منها وقالت بهدوء: بتعيطي ليه يا تيتا؟ انت دلوقتي بتحصدي اللي انت زرعتيه زمان. بنتك الكبيرة اللي هي أمي اللي ماتت بحسرتها كانت بتتحايل عليكي تديها ورثها أو أي حاجة عشان تتطلق من أبويا اللي كان معيشها في عذاب وظلم، وانت ماسكة لها في كلمة واحدة: ما عندناش بنت تتطلق، الصبيان هم اللي لازم نصرف عليهم، وعشان كده اخواتك الرجالة هو دولة اللي أنا بأمن لهم مستقبلهم عشان يكونوا سندك. وديها ماتت وانت فضلتي وهم باعوكي. أمنة بصت لها بغضب وهي بتمسح دموعها: ده انت شبتانة فيا؟ صحيح، يا ما كنت بقول لأمك معرفتيش تربيها. وبعدين ورث ايه؟ هو انت مش سامعة بقول اتحوجت للناس واشتغلت عشان ابوهم لما مات ما سابلهمش حاجة؟ بس الوحيدة اللي انت حرمتيها من التعليم وانك تأمني ليها مستقبلها ولا كتبتي حاجة باسمها، على الأقل كنت عوضتيها. ده انت حتى ما هنش عليكي تقفي جنبها لما كانت بتشتكيلك من جوزها وأهله لحد ما ماتت بالسكتة القلبية من كتر حسرتها. كملي بقى جميلك مرة واحدة كده وشوفي لي أي شقة اكتبيها باسمي عشان أنا كمان عاوزة أتطلق من جوزي. عوضي بقى حفيدتك عن ظلمك وافتراكي على بنتك. طلاق ايه؟ انت مجنونة؟ هو انت كملتي شهرين حتى؟ انا قلت مجيتك معانا كده وراها حاجة. امشي روحي على بيت جوزك، ما عندناش حاجة اسمها في العيلة طلاق، غصب عنك تحلك مشاكلك معاه وتستحملي. انت ما هنش عليكي حتى تسأليني طالبة الطلاق ليه ولا ايه اللي حصل لي؟ بتعيدي نفس مأساة ماما، عايزاني افضل مستحملة عشان اموت زيها؟ لكن انا مش هديكي الفرصة دي، انا مش هرجع له، وانا مش هستقبل في بيتي عشان غصب عنك ترجعي له وتعرفي يعني ايه بيت ويعني ايه مسؤولية. نروح عند أمنة بعد ما الكل مشي وسابوها لوحديها. فضلت تعيط وهي بتفتكر كلام ولادها، لكن قالت لنفسها إن هما أكيد هيرجعوا لها لأنها عملت عشانهم كتير. وأول ما النهار طلع قامت عشان تحضر الفطار، لكن اتخضت لما لقت نيرة هي اللي واقفة بتحضره. بسم الله الرحمن الرحيم. انت دخلتي امتى يا بنت انت؟ نيرة سابت اللي في ايديها وقربت وقالت بحزن: تيتا أنا آسفة، بس ما قدرتش أسيبك بعد ولادك اللي عملوه فيكي. سمعتك وانت بتعيطي طول الليل، أنا هفضل جنبك وراكي لحد ما تتصالحوا مع بعض، أحسن بعد الشر ممكن يجيلك حاجة من كتر الحزن. أمنة حست بالتوتر والحزن على نفسها إن ما جاتش من ولادها. بلاش الكلام ده، روحي على بيتك، أنا كويسة ومش محتاجة خدمة من حد. وأنا مش هستناكي لما تطلبي ولا يجرالك حاجة وارجع أشيل ذنبك، ده واجبي ناحيتك. يلا أنا حضرت الفطار، تعالي كلي. أمنة فضلت واقفة تبص عليها باستغراب لأنها توقعت بعد كلامها معاها امبارح إنها هتمشي ومش هتجيلها تاني وهتقاطعها كمان، لكن اتفاجئت بيها إن هي الوحيدة اللي فضلت معاها أكتر من أيام وهي بترعاها. فبدأت تحس شوية من الندم ناحيتها لحد ما في مرة سمعتها وهي بتكلم واحدة صاحبتها في التليفون: هديني قاعدة معاها وهو عمال أخدم فيها عشان يطمر وترضى تكتب لي أي حاجة باسمي. لا، أنا مش هرجع لمحمود بعد اللي عمله فيا هو وأهله، كده هيشوفوا نفسهم عليا أكتر. حتى أهلي مش عاملين ليا قيمة. أنا مش عارفة هي ما بتموتش ليه، مصيبة لا تكون كاتبة كل حاجة باسمهم وأنا برضو ما طولش حاجة في الآخر. أمنة اتصدمت إن حتى حفيدتها اتخدعت فيها، كانت بتعمل كل ده عشان مصلحتها، فقربت منها: بقى انت يا قلة الأدب عاملة كل ده عشان مصلحتك، وأنا أقول الحب اللي نزل عليكي مرة واحدة ده انت حتى لما كنت بتيجي مع عمك قبل ما تموت ما كنتش بتشيلي طبق. لا ويقولوا ايه، البنات هي اللي بتشيل في الاخر، وانت جايه هنا عشان اكتب لك حاجه. نيرة اتصدمت في الاول من دخلتها، قامت وردت عليها: ما تعمليش فيها دور الضحيه، انت اللي موصلاني كده. انا من زمان اصلا وانا عمري ما حبيتك، كل مره بشوف امي بتلجأ ليكي ابويا ضاربها ولا اهله انت اللي بترجعيها بمنتهى القسوه ليهم وهما بيشوفوا نفسهم عليها اكتر. كان كل يوم بيزيد كرهي ليكي، مش قادرة أقولك اللي جواي بيبقى عامل إزاي لما ماتت. ولما كلكم بتكرهوني كده وبقيت وحشة طمعانين ليه في اللي معايا؟ نيرة دمعت بحسرة: أنا مش طمعانة فيكي، والله أمي لما كانت بتطلب منك تديها أي فلوس عشان تعرف تاخد سكن لوحديها وتعيش بعيد عن الظلم اللي بتشوفه، بس للأسف هذه الوسيلة الوحيدة اللي هتقوينا على غيرنا لما الأهل يشيلوا إيديهم عن عيالهم.
عشان كده أنا مستحيل أكون نسخة زيها، وأنا لما أموت بحسرتي بسببك. أمنة رغم إنها حست بالعطف عليها والذنب ناحية بنتها، لكن رجعت وقالت نفس كلام أمك، مصممين تحسسوني بالذنب. انتوا مش فاهمين حاجة. جدك لما مات زمان وما سابليش حاجة، كنت وقتها بقول لنفسي لو حد من أهله كتب لي قرش يسيب له مراته ولا لعياله. عشان كده أنا اشتغلت وشقيت. أنا مش عاوزة عيالي ولا عيالهم يشوفوا اللي أنا شفته. إنما أنت وأمك مسؤولين من راجل يصرف عليكم، إنما هم الرجالة ما ينفعش ياخدوا من مراتاتهم، إنما أمهم مقبولة شوية. يا هبلة، أنا بعمل كده عشان أحافظ على الفلوس، كأني بستثمر في عيالي. لو أمك كانت عايشة وأنا مت، أكيد لو كانت طلبت من إخواتي كان هيدوها، وأنا نفس الحكاية. وأنت كمان برضو بعد عمر طويل. الرجالة بتعرف تحافظ على القرش عن الست عشان بيشتغلوا، لكن انتوا هتصرفوا للحاجات الهايفة. طب اديهم دلوقتي اهو، باعوكي اول ما عرفوا ان الفلوس دي مصدرها ايه. طب كانوا رجعها لك؟ طبعا لا، لانهم اخدوا على العز، بيقربوا منك اصلا مش حبا فيكي، وده اللي انتي مش عايزه تواجهي نفسك بيه. وراهنك ان محدش منهم هيعبرك، ولو رحتي قلت لهم محتاجه هيقولوا لك ما نعرفكيش، وامي لو راحت تلجأ ليهم برضه ما كانش هيعبروها. خليكي بقى صريحه مع نفسك، انتي السبب في كل حاجه بتحصل. امنه فضلت تكتك كتير وهي بتسمع، وكأن كلامها فعلا بيجلدها لانه حقيقه، لكن ما قدرتش تواجه نفسها بيه، ومع الاسف طردتها بكل قسوه. مش انت كنت هنا عشان عاوزة حاجة مني؟ اديني كشفت لعبتك، يلا بره على بيت جوزك بدل ما اتصل بيجي ياخدك. نيرة مسحت دموعها، مسكت شنطتها. انا هروح عند سمر صاحبتي، هبات عندها يومين، وبعد كده هشوف لي اي شغل ولا هترمي في الشارع، بس برضه مش هرجع لجوزي طول ما هو مش عامل لي اي كرامه قدام اهله. انا مش هكون ضحيتك الجديده زي بنتك. امنه فضلت مكانها وهي شايفه حفيدتها بتلم هدومها ومشيت، وفعلا كان كل كلامها فضل يتردد جواها لحد ما لقت نفسها بتلبس وراحت لابنها رؤوف ابنها الكبير. كده يا رؤوف، نسيت كل امك عملته عشانك؟ تمام، حتى بالمحل والعربية اللي جبتهم لك، وجهازك عشان الغندورة اللي انت اتجوزتها اللي اهلها شرطوا عليك لو عاوز تتجوزها تجهزها من كله، وانت قلت لي بحبها ومش هتنازل عنها، وانا قلت لك حاضر، تقوم تنسى كل ده. عديلة كانت بتحط الأكل على السفرة وبصت ليها بضيق. منورة يا حماتي، تعالي يلا عشان تاكلي. ايه يا ابني، مش هترد عليا؟ وبعدين عاوزين تفهموني ان كل اللي انتوا فيه دوت مفكرينه من شغل التمريض؟ محدش منكم فكر يسألني؟ رؤوف اتوتر. طيب تعالي كل يا ماما بقى نشوف حل للموضوع ده، بس نصيحة مني اهدي شوية، عشان عاصم على آخره من ساعة اللي شافه من نسايبه واللي كان هيكونوا لبعض وما حصلش نصيب. أمنة سكت شوية. بقول لك ايه يا ابني، انا كنت محتاجة كده قرشين، في شوية مشاكل في الشقة الجديدة اللي هأجرها في العمارة اللي قاعدة فيها. عديلة قربت. منين يا حماتي؟ ده اللي جاي على قد اللي رايح. اعملي جمعية ولا حاجة، وبعدين لما انت اللي عندك العمارة وأرض تقولي مزنوقة، امال احنا نعمل ايه؟ هو انا للمرة كام هقولك ما تتدخليش بيني وبين ابني يا عديلة؟ انا ما عنديش سيولة دلوقتي ومحتاجة فلوس تكون قدامي. وبعدين في ايه يا رؤوف؟ تسكت ليه؟ ما انا ياما اديتك واستلفت مني، والمحل قبل ما اطلع شايفاه ما شاء الله بيشتغل، الناس قد كده. رؤوف سكت شوية ومراته بصت له وهي بتهز راسها برفض. ياما دي كلها بضاعة ناس جايبينها عندي، يعني بعمل منظرة بيها يمكن تجيب لي زباين، انما عليا انا ديون كتير. بصي اسمعي كلام عديلة، اعملي جمعية احسن. نروح عند عاصم اللي فتح الباب في نفس الوقت قبل هما موترين الجرس. اتنهد بضيق اول ما شافها وبص للناحية التانية. مش قادر كمان تبص في وش امك؟ كل ده عشان خاطر السنيورة بتاعتك واهلها؟ يعني كنت هتفرح لقيت امك ماشية في الحرام عشان تصرف عليك، ولا اشتغل الشغلانة دي افضل واكبركم؟ ولا عيب ولا هي حرام يا ابني؟ هو انت كل ما تشوفي وشي هتقولي الكلمتين دول؟ بقولك ايه بقى عشان اخدها من قصيرها، نسرين وافقت عليا بس بشرط هي واهلها ان يعني اقطع علاقتي بيكي وما اشوفكيش تاني. انا كانت حاسه في اللحظه دي ان هيجرى لها حاجه. وانت وافقت على كلامها؟ هتقطع امك اللي ربتك وكبرتك السنين الطويله دي يا عاصم؟ اصل بصراحه حسبتها بيني وبين نفسي،
لقيت انهم عندهم حق وانهم صح. انا لو فضلت جنبك هتعاير بيكي طول العمر، سواء بقى في شغلي ولا لما اتجوز نسرين ولا غيرها. لكن لما حد يفتح بقه دلوقتي هقول انا ماليش علاقه بيها من هنا ورايح. انا بصيت له كتير بحزن وخيبه امل، وهي مش مصدقه. وهنا رني في ودانها كلام حفيدتها نيره. نروح عند نيره، كانت قاعده بتمسح دموعها وهي حزينه على حالها، بتفكر هتروح فين. وفي الوقت ده دخلت عليها وسمر وقالت: ما تقلقيش يا سمر، خلاص انا هلم حاجتي واشوف لي اي مكان تاني، ولا حتى ارجع بقى لمحمود واستحمل. انت مش ملزمه يا حبيبتي تشيليني اكتر من كده، وامك معاها حق. سمر ردت عليها بكسوف: والله لو كان بيتي كنت قلتلك اقعدي، بس انا مش داخله يعني عشان كده. جدتك امنه بره وعاوزاكي. نيره اتصدمت لما طلعت فعلا ولقيتها موجوده. قربت منها بتردد وهي شايفاها: تيتا انت كويسه؟ امنه بصت لها كتير وسالتها: هو انت لسه بتسالي؟ يهمك حالي بعد كل اللي عملته فيكي؟ انت وامك يا نيره. كنتش اعرف ان انا وحشه قوي كده. ضيعت بنتي وضيعت كمان سنين من عمري على عيالي اللي باعوني. انا عاوزه اروح قبر امك يا نيره، عايزه اطلب منها السماح، اقول لها عيالي طردوني زي ما كنت بطردك كل مره، وان ربنا ياخد لها حقها مني. هقول لها تسامحني يا بنتي. نيره اتصدمت من حالتها، وخصوصا انها اترمت في حضنها، بقت تعيط زي الاطفال. وهي رغم كل القصف اللي شافتها منها رفعت ايديها وطبطبت عليها. لكن اللي صدمها اكتر لما قالت: قومي قومي يلا، قومي لمي حاجتك وتعالي معايا البيت، فاهميني ايه اللي بيحصل بينك وبين جوزك عشان رافضه ترجعي له وعاوزه الطلاق. في بيت امنه، نيره قعدت مكانها وقالت بدموع: من ساعه لما اتجوزته واهله كل شويه يطلعوا شقتي بالنسخه اللي معاهم، ياخدوا اجهزه كهربيه يستخدموها، واهمهم طبعا غساله الاطباق اللي حلت في عين حماتي. قالت لي: انت لسه شباب، انما انا بنتي خلاص هتتجوز ومحدش هيغسل المواعين. واللي زاد وغطى كمان اللبس، ابقى فجأة كده قاعدة الاقي اخته معدية قدامي ولابسة حاجة تخصني، ومهما اشتكي يقول لي: اهلي عيب تقولي عليهم كده، هما هيسرقونا يعني؟ وانتي لو ما كنتيش طولتي لسانك واحرجتينا قدام نسايب اختي كنت جبتلك حقك، فاشربي بقى. ما انتي اللي خايبة، طول ما انتي سايبة حاجتك وقاعدة هنا هيستخدموها اكتر واكتر. وبعدين ايه اللي عملتيه قدامنا سايب اخته ده كمان؟ كنت شاريه فستان عجبني، ما لما صدقت ان انا جبته ابص الاقي الهانم اخته لابساها يوم خطوبتها عشان ما توفر ثمنه. ما قدرتش استحمل وقمت قايله قدامه من الفستان ده بتاعي، وعملتها خناقه ساعتها بقى. هم اتحرجوا قوي، وبدل ما يخلوا عندهم دم ويبطلوا، لا زادوا اكتر. وجوزي كمان بعد ما كان بيدافع عني بقى يعني، بس انا عملت كده من غيظي منهم. هم غلطانين انا مش هنكر، بس انت كمان اتعاملتي غلط. كنت استنيتي لما يمشوا، وهو قلتي من شويه كان بيدافع عنك في الاول، لكن قلب عليكي بسبب عملتك دي. واكيد طبعا اهله اللي بيشعللوه يا خايبه. انت مش عارفه تتصرفي صح. هو انت مفكره دول بيجوا بالكلام؟ وبعدين انا محروقه على جهاز اللي امي تعبت فيه وهما ياخدوه على الجهاز. امي كانت دايما تقولي دي الحاجه الوحيده اللي هموت وانا مرتاحه ان انا عرفت اجهزك. وبعدين لو انتي بتقولي كده عشان ترجعي لي ليه، فبالاخر كده ما تتعشميش. ده شتمني جامد، ده كان هيضربني قدامهم لما فضحت اخته انها بتاخد مني اللبس. كفايه القرف اللي شفت منهم يوم شهر العسل اليتيم اللي طلعتوا معاه. امنه حست بالذنب اكتر ناحيه بنتها. هم عملوا ايه كمان معاكي في شهر العسل؟ ولا حاجه، شفتوا يجوا معانا بس، وقال ايه بقالنا كتير ما تفسحناش. وفجأة أمه افتكرت إنها ما سافرتش من بعد المرحوم ما مات. وهو الأمانة هو حاول معاهم كتير يشوف لهم مكان تاني يسافروا فيه، لكن طبعا طبوا علينا، ما عرفناش ولا نروح ولا نيجي، وكل الفلوس اتصرفت عليهم بدل ما تتصرف عليا أنا واتفسح زي الناس. ايه العالم دي؟ لا دول عاوزين بقى تكتيك تاني خالص. اسمعي، أنا لسه عندي رأيي، ما تستعجليش على الطلاق، ما تبصليش كده. انا مش هرجعك ليه قبل ما اجيبلك حقك يا بنت. ما تبقيش غبيه، اخدي الحق حرفه وانا هعلمك. نيره كانت مستغربه من كلام جدتها، لكن اتفاجئت بيها لمت هدومها معاها وقالت لها: يلا هنروح على بيت جوزها، كانها جايه تصالح ما بينهم وهتقعد عندها يومين في بيت حماتها في المطبخ.
نيرة بصت لها بضيق وقربت منها. هو انت جايه تصالحيني ولا جايه تشغليني خدامه ليها وليكي؟ ليه دبستينا نتغدى عندها؟ انا كل ما بشوف غسالة الاطباق بتاعتي عندها قلبي بيتحرق عليها، مش عارفه اطلعها بيتي من ساعتها وهي مثبته فيها. يا بنتي ما تبقيش هبلة، وطي صوتك بدل ما حد يسمعك عشان هنبدأ الخطة. اسمعي، كل الأطباق النظيفة واللي مش نظيفة عاوزاكوا تحطيها في الغسالة وتفضلي كده مشغلاها لحد تاني يوم كمان لو عرفتي يعني. بس ريحيها بدل ما تبوظ، عشان يجيلها فاتورة الكهرباء كبيرة ومية كمان الفاتورة بتاعتها هتبقى كبيرة، وأكيد هي اللي هتدفع أو حتى ابنها، مش مهم، الاتنين هيتحصروا على الفلوس، وهتقولي غوري بيها ده خراب بيت ومش عاوزينها تاني. يا بنتي الايه يا تيتا، تصدقي فكره ازاي ما فكرتش فيها؟ ده انا كمان ممكن اجيب الاطباق اللي فوق كمان بتاعتي. طيب ما انت شاطره هو يجي منك، يلا بقى ابدأي وانا هطلع بره اشغلهم. نروح عند محمود ونيره وامنه. نزل الصبح على صوت عواطف وهي بتصوت. هي يا ماما في ايه؟ حد جراله حاجه؟ بتصوتي ليه؟ فردت عواطف. تعالى شوف فاتورة الكهرباء جايلي أكتر من 15,000. أنا فكرت إن في غلط في الأول، رحت بنفسي وسألت يا ابني، قالوا لي الغسالة إن هي أكتر حاجة بتسحب، افتكرت إن مراتك مش رحمة غسالة الأطباق اللي عندي. نيرة ردت بكل براءة. إيه يا حماتي، ما انت اللي عجبتك وانا صعب عليا ان ايدك تبوش من غسل المواعين، عشان كده سبتها لك. في الاخر اطلع انا الغلطانه؟ صحيح، خيرين تعمل شرين تلقى. ايوه يا اختي سبتها لي، وبقيتي تنزلي تغسلي اطباقك كمان عندي، ده غير الميه اللي لسه مش عارفه فاتورتها هتيجي لي كام ان شاء الله. يمين بالله ما البتاعه دي تبقى قاعده عندي في بيتي، خدوها خلاص مش عايزاها. ماله يا اختي الغسيل على ايدي ما حلو وبيوفر وينظف. نيرة ابتسمت بسعادة قوي، كانت حاسة ان هي عاوزة تزغرط من كتر السعادة، لكن أمنة لحقتها وبصت لها عشان تمسك نفسها. وبالفعل محمود طلع غسالة الأطباق عندهم. نروح عند عواطف حطت طبق الفاكهة قدام جدة نيرة وقالت بضيق، منورة يا ام رؤوف، العباية بتاعتي هتاكل منك حتة، اصلها يا اختي كانت اول لابسة، بس ما تغلاش عليكي في الاخر. هو انت تاني مرة يا نيرة لما تعوزي يا حبيبتي هدوم ما تدخليش تجيبيها من نفسك، قوليلي عشان يعني اعرفك ايه اللي ينفع يتلبس وايه اللي ما ينفعش. نيرة خدت موزة من طبق الفاكهة وقالت وهي بتاكلها، ما انا عارفة يا حماتي ما تقلقيش، ما هو محمود من ساعة المشكلة اياها قال لي عيب عليكي تفضحي اختي قدام نسايبها، ده دولابك ودولابهم واحد، وانتي وتيتا مقاسكم واحد بالظبط، عشان كده رحت جبتها لها من الهدوم عند حضرتك، يعني ما الدولاب بتاعنا برضو مش من حد غريب. أمنة مسحت على العباية اللي هي لابساها وهي بتاكل. لا بس العباية دي مريحة، ذوقك حلو أوي أوي يا عواطف. ايه ده التيكت بتاعها كمان موجود، لما اقطعه انا لاحظتها ولا ايه؟ فداكي يا تيتا فداكي، اصل محمود برضو قال لي لما اتخانقت معاه في المرة اياها وقلت له ان انتوا مش بترجعوا لي الحاجه اللي بتستلفوها سليمه، قال لي ايه يعني ما انتي بسيبك تستلفي منهم وترجعي لهم الحاجه مش سليمه برضو، وانتوا اهل ودلابكم ودلابنا واحد. عواطف بصت لها بحصر على العبايه وسكتت، بس اتفاجئت ببنتها امل داخله وهي بتعيط وعماله تهرش في جسمها. ايه يا بنت ايه القرف اللي انت بتعمليه ده؟ انت وقعتي في بلاعه ولا ايه؟ مش عارفه مالي يا بابا، من ساعه لما طلعت اخدت الفستان من دولاب نيره والبسه وانا رايحه اشوف خطيبي. وانا بالحاله دي لدرجه انه خاف مني، قال لي روحي اكشفي لحسن يكون مرض ماضي قبل ما نتجوز. يا لهوي، هو انت طلعتي خدتي الفستان من غير ما تقولي لي يا امل؟ طب كنتي قلتي لي يا حبيبتي ما تاخدوهوش من ورايا زي كل مره، اصل الفستان ده لما كنت لابساه لما الدكتور قال ان انت عندك حساسيه وما ينفعش حد يلبس مكانك ولا حتى يمسك اي حاجه انا مسكتها، وجايه تقولي دلوقتي بعد ما حطيتيني في الموقف المحرج ده قدام خطيبي ما نزلت قدامك وانا لابساه ما قلتليش ليه؟ يا دي العيبه، وانت عاوزاني اشوفك واخداه مني حاجه واقول لك اقلعيها يا امل؟ اقصى عليا، ده حتى محمود قال لي انه دولابك ودولابنا واحد. امل قامت وهي لسه بتغرش، انا هروح استحمى احسن، توبه البس منك حاجه تاني ولا هستخدم مكياجك، يا رب ما يكونش عندك مرض ماضي زي ما خطيبي قال لي والجواز هتبوظ بسببك. امنه مسحت تاني على العبايه اللي هي كانت لابساها بعد ما كلت. يا ده انا نسيت ومسحت تاني فيها.
بقول لك يا نيرة، قومي شوفي لي من عند حماتك عباية تانية تكون جديدة، أصل ذوقها حلو قوي زي ذوقي بالظبط. لا، قصدي استني، أنا هجيب لك، أنت مش هتعرفي مكان الحاجة. ودي تيجي يا طنط عواطف؟ طب دي أمل بنتك حافظة دولابي أكتر من دولابها. وبعدين هو حضرتك نسيتي ولا إيه؟ دولابنا ودولابك واحد زي ما محمود ما قال بالظبط. عواطف بصت لها وهي ماشية بحسرة. منك لله يا محمود، انت واختك امل. استمر الحال كده كتير. خطط امنه شغاله، حتى بقت تستلف منهم نيره الاجهزه الكهربائيه زي ما كانوا بيعملوا معاها بالظبط، وترجعها لهم مكسوره زي ما كانوا كتير بيعملوا معاها كده. المشاكل اللي ابتدت تزيد لحد ما في يوم محمود تعب من كتر الشكوى. ما خلاص بقى، هو انا كل يوم ارجع من الشغل احل لكم مشاكلكم؟ دي تستلف من دي وده تستلف من دي، انتوا الاتنين مش محرمين، اللي عاوز حاجه مش عنده يشتريها، مفيش سلف من حد تاني، سامعين ولا لا؟ هتحلفوا كمان انتوا الاتنين على كده عشان انا تعبت. انا جبت اخري. في اللحظة دي نيرة وأمنة بصوا لبعض وهما بيكتموا بسبتهم بفرحة لأنهم أخيرا وصلوا اللي هم عايزينه، ومن وقتها بطلوا يطلعوا ياخدوا من شقتها أو من وراها ياخدوا أي حاجة. وفرحت أكتر لما عرفت إن محمود أخد منهم المفتاح كمان. نيرة وقفت تبص على خاتم الذهب اللي هي كانت لابساه في إيديها وقربت من جدتها بسعادة. بصي يا تيتا، محمود جاب لي ده عشان يصالحني بيه، وقال إن أنا كنت غلطان فعلا لما سبت أهلي ياخدوا منك وهما ما استحملوكيش، لكن انت استحملتي ان هما ياخدوا منك حاجات ويرجعوها كمان بايظه. ده انا كنت نسيت الحب والرومانسيه اللي ما بيننا، ما صدقتش الهديه اللي جابها لي. امنه ابتسمت على سعاده حفيدتها. ربنا يهنيكم ببعض يا حبيبتي، حاولي بقى ما تتدخليش تاني مره، ما تدخليش اي حد ما بينكم، هو كمان ربنا يهديه ويبعد اهله عنه. انا مهمتي كده خلصت، همشي بقى. نيرة اتصدمت لما لقيتها مجهزه شنطتها. تمشي تروحي فين يا تيتا؟ لا، خليكي معايا، انا اتعودت عليكي خلاص. هو انتي كنتي قاعده يعني عشان كده وبس؟ هترجعي تمشي تاني من حياتي؟ امنه بصت عليها وابتسمت بدموع. انا كنت هنا عشان بحاول اصلح اللي غلطت فيه في الاول، واللي ما قدرتش اعمله لبنتي قبل ما تموت، حاولت ارده فيكي. خدي يا نيرة الورقه دي، انا امبارح حطيتلك في البنك ورث، اديتك كمان اكتر من عيال، وده حقك، اوعي تتنازلي عنه، حتى لو عيالي عرفوا ان انا اديتك اكتر واحده عشان امك ما اخدتش مني ولا انت زمان، ولدتهم كتير رموني في الاخر. نيرة بصت على الورقه وحطتها على جنب وقربت منها بدموع. انا مش هنكر ان انا عملت كده فعلا عشان خاطر الفلوس وعشان امن مستقبلي وما اخليش حد يجي عليا، لكن انا دلوقتي عاوزاكي انت يا تيتا، مش بتمنى يعني موتك زي زمان، عشان خاطري سامحيني، انا عاوزه الاهم من الفلوس، عاوزاك ان انت تكوني جنبي. اوعي تتنازلي عن حقك تاني، سامعاني؟ ولو جوزك عمل لك حاجه ولا اهله تعالي قوليلي وانا هقف جنبك وحافظه على الفلوس دي. اوعي تبقي عبيطه زيي وتديها لجوزك، ها، او اي حد تصدقيه، مفيش حد بيطمر فيه يا بنتي ولا بيقدره، واديكي شفت همت عيالي نفسهم عملوا ايه. الفلوس دي سندك بعدي، لان انا مش عايشالك كتير برضه. يا تيتا بلاش الكلام ده عشان خاطري، انا بحبك وعاوزاكي جنبي بجد. يا بنتي ما انا اهو، انا سايباكي برضه، ما لسه قايلالك لو حصل اي حاجه تانية عرفيني وانا هكون في ظهرك، بس لازم امشي بقى عشان في ناس تانية عاوزه تتربى وانا نسيت اربيهم زمان. امنه قعدت مكانها وسندت على العكاز، وكانت فاتحه باب شقتها وابتسمت بسخريه اول ما لقت ولادها الاتنين جايين وكانت حالتهم صعبه. خير، ايه اللي فكركم بامكم؟ او نقول بقى الخدامه اللي اخدتوا منها مصلحتكم ورميتوها. رؤوف قرب منها وقال بحزن. كده يا ماما تاخدي مني كل حاجه؟ وقفتي حتى حسابي في البنك. انا فهمت ليه دلوقتي ما كنتش بترضي تكتبي حاجه باسمي انا وعاصم. هو انتوا مش رجاله وتعرفوا تعتمدوا على نفسكم برضو؟ اكيد هتلاقوا شغل تاني، ما عملتوش كده ليه بقى؟ فرض عاصم. عملت واشتغلت في شركه اهل مراتي، عامليني معامله زباله يا ماما، بقيت طول الوقت بيذلوني باللقمه، وهي كل اللي عليها كفايه ان انت مش عارف تعيشني في المستوى بتاعي، وطلقتها في الاخر. فكمل رؤوف. وانا عديله برضو طالبه الطلاق، ما استحملتش الوضع اللي انا كنت فيه، وتقولي انا اخدتك وانت معاك ومعيشني في هنا، انما دلوقتي اللي جاي على قد اللي رايح.
يعني كان معاك اهو واستخسرت في امك. طب اسمعوا بقى مني، ما فيش جنيه هيطلع مني. انتوا ما تعبتوش في القرش وكل حاجة جات لكم على الجاهز، عشان كده عملتوا فيا اللي عملتوه، وما عرفتوش يعني ايه شقة وواحدة ست بتجري على عيال يتامى. وعشان كده انا هربيكم من اول وجديد، هشغلكم موظفين في املاكي، هتاخدوا فلوسكم باليومية عشان تعرفوا قيمة القرش، ولو مش عاجبكم في 60 داهية زي ما طردتوني. الاتنين بصوا لبعض بقلة حيلة ولقوهم فعلا انه ما عندهمش حل تاني، عشان كده وافقوا باستسلام على طلباتها. قدام شاليه كان تبع محمود، ادى لاخته يقضوا فيه شهر العسل بتاعها زي ما هو عمل هو ومراته نيرة. عماد بص على مراته وهي بتشرب العصير. انتي متأكدة يا حبيبتي ان التحاليل طلعت وطلع ما عندكيش حاجة؟ امال ايه سبب الهرش اللي جالك فجأة ده؟ احسن يكون مرض معدي، وشهر العسل اللي جاي لنا قضيه يقلب علينا وهرس زيك. سألتيني كتير يا عماد وقلت لك ايوه، والله العظيم الدكتور قال لي ما فيكيش حاجه، اهو كله من نيره، كان عندها حساسيه اتعديت منها وقتها وخلاص بقى، اهو اول مره البس مكان حد، انا بس عشان كنت شاريه كل لبس جديد وشايلاه فقلت اخد من عندها لحد ما اتجوز. في اللحظه دي اتفاجئوا الاتنين اللي بيشدوا الكراسي وبيقعدوا قدامهم. نيره قالت: ازيك يا امال؟ ازيك يا عماد؟ كده واخدوني على مكانكم. اصلا انا وتيتا قلنا نيجي نصيف شويه نفك عن نفسنا، وبما انكم هنا بتقضوا شهر العسل شاريه محمود جوزي، فليه بقى ما نتجمعش مع بعض زي ما عملتوا معايا في شهر العسل بتاعي انت وامك؟ كانت ساعتها سفريه تجنن، مش كده؟ عماد وامل بصوا لبعض وما عرفوش يقولوا ايه من كتر الصدمه، لكن امل كانت على اخرها ومش طايقاها وعارفه انها بتردها لها. يا خبر، شفت من استعجالك يا تيتا خليتيني انسى المايو بتاعي، هنزل البحر دلوقتي ازاي من غيره؟ مايو يا قلة الادب، انا عودتك على كده يا بنت؟ لا يا تيتا، ده مايو واسع شرعي، نبقى حتى نشوف اي هنا بول قريب ننزل فيه يكون ستات بس. استني هطلع اجيبهولك من دولابك يا امل، اصلها ايام شهر العسل بتاعي خدته مني، اكيد نسيت ترجعهولي وهو معاها دلوقتي. إذا كان كده ماشي، يبقى شوفي لي كده حاجة لو مقاش أنا كمان من دولاب أمل. لا استني يا نيرة، خليك انتي، أنا هطلع أجيب لك عشان ما تبهدليش الحاجة دي، لسه جديدة دي بكيسها. أمنة ابتسمت قوي. شبيه يا أمل، أكيد هتعرف حاجتك فين، هو أنتي نسيتي الشعار العيلة ولا إيه؟ دولابك ودولابها واحد. ولحد هنا قصتنا خلصت، استنونا في قصة جديدة، والوصل بينا لحد هنا يعمل اشتراك للقناة ولايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.